حتى سجل دانييل باريخو ثالث أهداف فريقه. وجاء الدور على فرناندو نينو ليوقع على الهدف الرابع في الدقيقة 31. بهذا الفوز رفع فياريال رصيده ل 32 نقطة في المركز الثالث مؤقتا، بينما تجمد رصيد سيلتا فيغو عند 23 نقطة في المركز الثامن. بينما الروعة والمتعة في أداء فياريال. عبر رونالد كومان مدرب برشلونة عن رغبته في إبرام صفقات جديدة خلال الشهر الجاري، لكنه قال إن هذا الأمر سيحسمه الرئيس الجديد المنتخب للنادي الإسباني. من المهم أن نحصل على دعم. Here, one of the best performing economies was China. It's already begun setting its sights on becoming the world's biggest يتغلب على بايرن ميونخ حامل اللقب ب3 أهداف لهدفين في الأسبوع ال15 من الدوري الألماني. تغلب فريق بروسيا مونشنغلادباخ على ضيفه بايرن ميونخ حامل اللقب ب3 أهداف لهدفين. تقدم بايرن ميونخ بالهدف الأول في الدقيقة 20 من ركلة جزاء نفذها بنجاح البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وبعد 6 دقائق فقط سجل ليون غوريتسكا الهدف الثاني لحامل لقب الدوري الألماني. وقلص بروسيا مونشنغلادباخ النتيجة في الدقيقة 36 بهدف لاعبه يوناس هوفمان. وقبل انتهاء الشوط الأول بقليل عاد هوفمان وسجل هدفه الشخصي الثاني. Really China's got a tick in all 3 areas. So in terms of the outbreak, it really has been contained, even though we do see the occasional flare-ups, albeit the borders are still generally. الكروي بيعيشوا باستقلالية تامة عن الوقت، هم ما بيخططوا لحياتهم. عادل فماليكاو النتيجة من ركلة جزاء نفذها بنجاح جوناثان روبرت، ومن ركلة جزاء ثانية وهذه المرة لصالح sometimes better than liberal democracies in managing an economic crisis like this. Well, I think it depends on the nature of the crisis, and of course we've seen liberal democracies handle this crisis